الجزيري. ضربة ركنية من ناحية اليمين وترقب داخل منطقة الجزاء اهو قدامنا، كأن المخرج سمعني. كوليبالي اللي ظهر قدامنا في الصورة، وضربة ركنية جوه منطقة الجزاء، وهنشوف المحاولة اللي هتتلعب، وادي الركنية العالية والمرة دي رأسية، والهدف الأول لمصلحة النجم الساحلي. هو الهارب كوليبالي اللي بيسجل الهدف الأول. 1-0 1-0. هدف أول. لسه بقول خطورة النجم الساحلي من الكرات الهوائية، وبالفعل سليمان كوليبالي هو اللي يسجل الهدف الأول. 1-0. سليمان كوليبالي سجل هدف في الدقيقة 22. 1-0. الركنية هي اتلعبت من حمزة الأحمر، وادي الركنية وطلع في الهواء، محدش كان مراقبه، حطها براسه في المرمى. بقى الهدف الأول من نصيب النجم الرياضي الساحلي. كوليبالي هو اللي بيسجل الهدف الأول. اهي الكورة وهي الرأسية في المرمى. 1-0. يلعب واحدة طويلة وأمامية. لويس إدوارد يسلم الكرة حلوة على اليمين فاضي، على اليمين فاضي يا سيف. عدى سيف، شوت يا سيف، هيشوت سيف، عدى سيف، يلا يلا ممكن 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 ممكن. الحمد لله الحمد لله، هو سيف الدين الجزيري اللي بيسجل التعادل. قلت لك سهلة ومش صعبة، ويا حبيبي يا سيف هو اللي بيسجل التعادل للمقاولين العرب. سيف الدين الجزيري بمهارة خاصة، بمهارة فائقة. يا حبيبي يا سيف هو اللي يسجل التعادل للمقاولين العرب في توقيت مهم. هو هدف التعادل بمهارة خاصة، عدى ومر من وسط اتنين وسدد على يمين رامي الجبسي اللي وقف اتفرج عليها، والتعادل للمقاولين العرب عن طريق سيف الدين الجزيري. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. باع صدام بن عزيزة في اللقطة اللي فاتت، باعه، رجع صدام بن عزيزة تاني الى سوسة، وعدى وسدد سيف الدين الجزيري هو اللي يسجل التعادل. 1-1. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. سيف الدين الجزيري هو اللي يسجل التعادل في الدقيقة 50. وركلة جزاء، هو الراجع بيرجعه على الخط وبيتكلم معاه حكم المباراة. وركلة الجزاء سليمان كوليبالي هو اللي واقف على تنفيذ ركلة الجزاء. خلاص يا جماعة، خلاص يا جماعة، حسب ضربة جزاء وخلاص يعني، وده يعني يلا ما علينا. خلينا نشوف ركلة الجزاء. سليمان كوليبالي في مواجهة الحارس اللي واقف، اللي هو الحارس حسن شاهين. حسن وسليمان، سليمان وحسن، حسن وسليمان. يا رب تبقى بره الملعب خالص، لكن خلينا نشوف. سليمان وحسن، بيتقدم سليمان كوليبالي وحسن شاهين وسليمان، ويسجل الثاني، يسجل الثاني سليمان كوليبالي. 2 النجم الساحلي، 1 المقاولون العرب. 2-1. هدف في توقيت قاتل في الدقيقة 86. 2-1. اهو سليمان كوليبالي بكل هدوء حطها في نص المرمى، يبقى الهدف الثاني لمصلحة النجم الرياضي الساحلي امام المقاولون العرب. خلاص يعني متبقي ثواني على انتهاء الوقت الاصلي من المباراة.